اهلا بيكم بفيديو جديد وانمي جديد. اتمنى تكونوا بخير وباحسن حال دايما. يلا بينا نبدا ملخص جديد وانمي جديد، ويلا بينا نبتدي. وبيبتدي القسم الثالث من حكايتنا لما بنشوف هوري وهي صغيرة وهي بتجري من الناس عشان بيقول على اسمها وحش وسيء للغاية زي أبوها، لأن أبوها بيكون شغال كاتب روايات ومانجا اتشي. وبعدها بنشوف في بنت بتقول لها انتي اسمك سيء زيك، انتي بلا نفع. وبعدها بتقوم هوري مفزوعة من النوم، وبعدها بيجي أبوها ويقول لها خدي افتحي الرسالة دي، وبتفتح الرسالة وتشوف صورة تومي مع صديقتها، وهي تتعصب قوي وتتضايق جدا. الصراحة دي حاجة وحشة جدا، اللي حبته خانها. وبعدها بتقول لأبوها مين اللي جابلك الصور دي، وهي بتكون غضبانه جدا. ابوها بيقول لها بس اهدي بس شويه كده وانا هقولك. بصي يا ستي، اللي جابت لي الصوره دي هي البت اللي في الصوره. فبتقول هوري اكيد لو هي اللي جايباها بنفسها اكيد الصوره دي حقيقيه ومش فيك. وبتكون البنت اللي في الصورة دي اسمها ميو، وميو دي بتكون هي البنت كانت بتتريق على هوري وهي صغيرة. سبحان الله، بقى أصدقاء ازاي الله أعلم. وبعدها بتروح هوري المدرسة وبتكون متعصبة جدا من تومي، وتقول في نفسها يا خاين يا تومي، بتخوني مع بنت زي دي، أنا هوريك يا تومي. وبعدها بتقول إن هي لازم تواجهه بخيانته ليها في الصورة دي. وبعدها بنشوف تومي وهو بيلعب لعبة كرة القدم، بيكون حريف جدا بسم الله ما شاء الله. يعني تنصدم هوري جدا من لعبه الحلو وجماله في نفس الوقت. بيشوفها أصحابها وهي واقفة بتبصله، فبيقولوا لها يا بختك عندك حبيب رياضي وجميل. فتقول لهم لا هو مش حبيبي. وبعدها بيجي تومي ويقول لهم ايه بتتكلموا في ايه؟ فبيقولوا له اصحابها هو انت وهوري مرتبطين؟ وبعدها بترد عليهم هوري بكل غضب وتقول لهم لا احنا الاثنين مش مرتبطين واسكتوا بقى. وبعدها بيرد عليهم تومي ويقول لهم زي ما قالت هوري، يعني انت عملت ايه؟ يعني انت كمان عملتش حاجه. انا عارف ده حاجه تجنن يا جدع. وبعدها بيظهر واحد من اصدقاء تومي ويقول لهم انتوا تعرفوا حاجه؟ ان تومي كداب وعنده حبيبه، وبالاماره كمان كان خارج معاها امبارح. فبيمسكوا تومي ويقول له اخرس بقى هتفضحني كده. يا هو انت لسه ما اتفضحتش؟ وبعدها بيبدا تومي يبرر لهوري ويقول لها الكلام ده مش حقيقي، اوعي تصدقيه. وبعدها بتقول له هوري ما تكلمنيش تاني لو سمحت، لانك انت شخص خاين وكداب، وانا الصراحه ما بكلمش الكدابين والخاينين. فبيفضل يقول لها تومي لا يا هوري انا مش كده، ارجوكي اسمعيني. لكنها بتسيبه وتمشي. تبدا تعيط هوري وتقول انا ما كانش لازم اقع في حب تومي ده، وانا لازم من النهارده اهتم بس بدراستي وبس. كدابه قوي الصراحه، يعني انت يا هوري نفس الاسطوانه اللي قلتيها في اول الانمي. بعدها بنشوف هوري وهي بتاكل في المطعم وتقول ان السكريات مهمه جدا للدماغ عشان اقدر اركز بدراستي. نعم يا اختي. وبعدها بتقول هوري ان هي لازم تتخلص من الصوره المقرفه اللي معاها، اللي هي صوره خيانه تومي ليها، ولسه هتكون بتقطعها تيجي ميو البنت الخاينه او صاحبتها الخاينه بمعنى صح. فتقول لها هوري الهبله انت ميو اللي كنتي بتتنمري عليا زمان صح؟ فتقول لها ميو ايوه انا، انت نسيتيني ولا ايه؟ كمان انا البنت اللي في الصوره اللي معاكي دي. بصراحه يعني انا مش جايه عشان نتكلم عن امور زمان والكلام الفاضي ده. شكلك كده يا هوري اتغيرتي جدا عن الاول، بقيتي جميله جدا. وبعدين بتمسك وشها جامد كانها كده عايزه تفعصه عشان هي اجمل منها. الغيره بقى بين الاصدقاء. تقول لها هوري سيبي وشي، انت عايزه تبوظي لي وشي لاني يعني احلى منك وكده. فتقول لها انت احلى مني؟ انا طبعا احلى. بعدين بتقول لها هوري ماشي تمام، انا بس عايز اسالك على حاجه، هو انت وتومي فعلا بتحبوا بعض؟ فتقول لها ميو لا الصراحه احنا بس اتقابلنا بالصدفه هناك، وكان بقى عمال يقول لي اللي هو بيحبك قوي، بيتفخر جدا بيكي، والصراحه يعني انا بعد بقى ما عرفتي كده انا قررت احصل عليه باي ثمن، لانك الصراحه ما تستاهليش الحب. هوري طبعا ما بتردش على كلامها المستفز زيها ده. بعدين بتسيبها هوري وتمشي. بعدين بيتصل عليها تومي عشان يوضح لها الموضوع. بعدين بيبدا يقول لها والله انا اصدقائي هم اللي اجبروني اخرج معاهم، وما حصلش حاجه بيني وبين بنت دي. بتقول له هوري مش انت يعني لو انت ما عملتش كده فعلا انت ليه بتبرر لي؟ حسسني يعني ان احنا كنا اصلا مرتبطين حتى. بصراحه يعني انت ليك الحريه تعمل اللي انت عايزه، روح مع اللي انت عايزه براحتك، واللي انت عايزه اعمله، انا ماليش دعوه، وانت اساسا شخص خاين، وانت كنت اساسا بتتسلى بيا صح؟ واتمنى يعني ما تكلمنيش تاني. فبيقول لها تومي تمام انا فهمتك، انا ما عدتش هكلمك تاني. بعدها بيكمل كلامه ويقول لها احنا من النهارده ما عدناش هنتكلم ولا على التليفون ولا في المدرسه حتى. بيكون حزين قوي. وبعدها بتعيط هوري وتقول حاسه اني زودتها معاه قوي، ممكن هو يكون شخص كويس، ممكن الصوره دي تطلع فوتوشوب،
وبتفضل هوري تحاول نفسها وتقول اعتذر له ولا لا. اليوم التاني في المدرسه بيعدي من جنبها تومي كانه ولا شايفها، وبعديها بتشوفه واقف مع ميو بيتكلموا مع بعض. تتضايق جدا، الغيره يا جماعه، وبتفضل تقول هل يعقل ان يحب تومي ميو؟ لا اكيد مستحيل هو يحبها، هو كان بيحبني انا. وبعديها بتروح بيتها وتقول لابوها يا بابا في اي وقت بيمل الراجل من البنت اللي بيحبها. فبيقول لها يا بنتي بصي، لما البنت تبدا تشك بمشاعره ليها، ولو دخل الشك في علاقتهم هيبدا الشاب ده مشاعره تجاه البنت دي يتلاشى بسبب طبعا قله الثقه، ويبدا يحب واحده تانية. فوري تتعصب جدا من الكلام ده وتقول في نفسها لا مستحيل هو يكرهني، مستحيل. الا الشك يا جماعه، لما الشك بيدخل في علاقه حب فعلا بيدمرها. وفي اليوم التاني بتخرج هوري مع ابوها وبتشوف هوري تومي مع ميو، وبتقرر هي وابوها يراقبوهم. وبعدين بنشوف ميو هي قاعده بتقرا كتاب عن المواعده وكده، وتقول انا لازم اخلي تومي ده يحبني باي طريقه ويقع في حبي، مش هخلي هوري تاخده مني ومش هخليها تفوز عليا. هو سباق يا بنتي، هو لعبه. No, God! No, God, please, no! 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 وبعديها بيروح لها تومي ويقول لها انه اسف لان هو اتاخر عليها. فتقول له ميو لا لا عادي محصلش حاجه. بعديها بتقول له انت عايزنا نروح فين؟ بعديها بنرجع نشوف هوري وهي جوه بيت الرعب، بتكون بتدور على ابوها، بتكون مرعوبه جدا لان المكان بيكون ضلمه جدا وبيخوف جدا فعلا. وبيكون تومي برضو موجود ويشوفها. هو طبعا اول ما بيشوفها ما بيعرفش ان هي هوري لان المكان بيكون ضلمه جدا، فما بيشوفش وشها، ويقول لها شكلك انت يا بنوته خايفه قوي، تعالي امشي معايا. فبتوافق وتمشي معاه. بعديها بيبداوا يتكلموا مع بعض شويه، وبعديها بيقول لها انت لو بتخافي كده ليه دخلتي بيت الرعب؟ فتقول له هوري لو مش عارف ان هي هوري، فتقول له عشان انا واحد صاحبي قال لي اجي هنا وانت. ويقول لها لا انا الصراحه انا كان معايا واحده رفيقتي بس افترقنا. وبعديها بيبداوا يتكلموا شويه مع بعض، وفجاه الضوء ينور ويشوفها تومي ويعرف انها هوري. وبعديها بيقول لها انت هوري، انت معاكي شاب اهو. فترد عليه هوري وتقول له ما انت كمان برضو معاك واحده اللي هي صاحبتي ميو. وبعديها كل واحد بيمشي بطريق مختلف. وبعديها بنشوف تومي مع ميو، وميو عماله تكلمه لكنه مش منتبه لكلامها اساسا. بعديها بتقول في نفسها انها لازم تاخده معاها الفندق. شكلها كده مش ناويه على حاجه خير، عايزه تاخده معاها على الفندق عشان تاخد صور حقيقيه مع تومي بدل الصور المركبه اللي هي بعتتها لهوري. يعني فعلا طلعت فوتوشوب. تدعي ربنا انها تنجح خطتها، ربنا زي كده هيتقبل منك يعني دعواتك، تعملي حاجه حرام يا بنتي. وبعديها بتبدا تقول لتومي هو انت والبنت اللي انت بتحبها ارتبطتوا؟ بيقول لها لا احنا سيبنا بعض للاسف، وقصده طبعا على هوري. وبعديها بتقول ميو في نفسها دي فرصتي بقى. بتبدا تقول له هي فعلا البنت اللي سابتك دي ما تستهلكش خالص اللي هي هوري، وكمان تعرف حاجه دي بتبكي بسرعه جدا وعصبيه جدا ومزعجه جدا. فبيقول لها تومي انا الصراحه ما بشوفهاش مزعجه خالص، بس انا الصراحه متضايق شويه منها لان هي بدات تشك فيا وبحبي ليها، كمان انا برضو مش عارفه ان انا بحبها او لا. فبتفضل برضو تقول له ميو ان هي مش بتستهلك ولا تستاهل حبك ليها. بعديها تحضنه، وبيكون تومي مصدوم من رد فعلها. في اللحظه دي بتشوفهم هوري وتتصدم. هوري هنا بقى كانت بتولع وكانت زعلانه في نفس الوقت. بعديها ميو تعمل حركه كده مش ظريفه خالص وتضرب تومي وتدخل معاه الفندق. فهوري تتضايق اكتر وتقول لا ده كده كتير قوي بقى. بعديها بتروح هوري بيتها تفضل تقول لا اكيد تومي مش هيخوني مع البنت دي، اكيد يعني محصلش حاجه بينهم. من كتر التفكير هوري بيغمى عليها. بعديها بتشوف تومي هو شايلها، وبتكون هوري فاكره نفسها بتحلم وفاكره نفسها ماتت. انت قابله يا بنتي هتموتي عشان اغمى عليكي. وبعديها بتفوق هوري وتقول هو ازاي هنا؟ ده انا افتكرت نفسي في حلم، ازاي هو هنا؟ مش هو كان حاجز غرفه في الفندق عشان يقضي يومه مع ميو؟ ازاي هو هنا؟ اكيد في خطأ. بيكون تومي محروق جدا منها لانه جالها في وقت متأخر جدا عشان برضو شافها بالوضع ده، مع انه هو جه في وقت متأخر وعيب يعني. الصراحة يعني جيته دي مناسبة جدا جدا عشان هي ما تفتكرش اللي هو بيخونها. بعديها ابو هوري الغريب بيظهر بعد عدم ظهوره لمدة حلقة ونص، وتقول له هوري هو فعلا تومي اللي هنا؟ انت غبيه يا بنتي، هو قاعد قدامك. فبيقول لها ابوها ايوه يا بنتي هو كان جاي هنا عشان يزورك، لما شافك مغمى عليكي طلبت منه يشيلك. بعديها ابوها بيقرر يلطف الجو كده ويقول لتومي هوري تقيله صح لما شلتها. فهوري طبعا بتكون نفسها تقوم تضربه بس طبعا ما ينفعش لان ابوها. بعديها ابوها بيبدا يلطف الجو تاني ويقول لتومي تعرف ان هي زادت 5 كيلو وبقت زي الفيل؟ لا انت كده اهبل، دي زي الفيل ده زي العسل. فهوري بقى هنا صبرها انتهى، فتضرب ابوها اللي شبه عقرة الاصبع ده بالجزمة وتطرده بره الاوضه مع ان ده غلط يعني. بعديها بتشوف هوري ان تومي متوتر جدا، تقول له انت ليه متوتر كده؟ بعديها بتبدا تقول له هوري بكل برود انت جيت هنا ليه؟ وانا اساسا كنت لسه شايفاك انت وميو لما كنتوا بتعملوا حاجه استغفر الله. بعديها انتوا دخلتوا مع بعض الفندق. بعديها بتقول له تعرف حاجه يا تومي؟ انا اساسا من البدايه كنت عارفه انا وانت مستحيل نكون مع بعض. وكمان تعرف حاجه، تصرفاتنا كانت مختلفه قوي مع بعض، حتى تفكيرنا. انا كنت غلطانه لما بدات احبك. بعديها بيفتكر تومي كلامه مع ميو وهي بتقول له ان هوري
هوري مستحيل تحبك. وبعدها بيمسك ايد هوري ويقول لها اترجاكي اسمعيني، انت ليه بتظلميني ليه بكلامك؟ انت فاهمه كل موضوع غلط اساسا. واللي حصل هو لما دخلنا الفندق مرضوش اساسا يدخلونا لان احنا لسه طلاب في الثانويه ومينفعش ندخل الفندق. وبعدها بنشوف ميو وهي بتكون متضايقه جدا لان طبعا خطتها فشلت. احسن تستاهل. بعدين بنشوف تومي وهو كان بيقول لميو مش انتي صديقة هوري صح؟ فالبت ميو تاخد الصدمة دي لانه بيكون اساسا متعرف عليها عشان هي صديقة هوري، فتتعصب جدا وتسيبه وتمشي. هو ده اللي حصل يا هوري. وتقول له هوري مش انتوا الاتنين عملتوا حاجة استغفر الله مع بعض؟ بيقول لها لا والله منعتها، وانا صراحة مش من نوع الشباب اللي بعمل كده مع اي حد الا بس مع اللي انا هحبها اللي هي انتي يا هوري. والله يا هوري لو انتي مش قبلتيه بعد الكلام ده انا هاجي اضربك بالقلم. بعديها هوري تقول له طبعا الكلام ده انت قلته ببنات كتير غيري صح عشان تبرر خيانتك دي ليهم. والله لا، انا عمري ما حبيت اساسا حد غيرك، انت كنتي اول حب ليا. وبعديها بيغل ويقول لها المعذره انا لازم امشي دلوقتي وانا اسف على مضايقتك في الوقت المتاخر ده. وتكون هوري مبسوطه جدا وطايره من الفرح لان هو قالها انت كنتي حبي الاول. وبس كده، اتمنى يكون عجبكم الملخص. لو عايزين القسم الرابع من الحكايه وصل الفيديو ده 400 لايك، انا واثقه فيكم انكم تقدروا توصلوه في اسرع وقت. طبعا اول ما يوصل من هنا هننزل القسم الرابع من هنا. بس كده، سلام.